الهلال السعودي يعتبر اليوم من أقوى الفرق الآسيوية، بل وحتى من أبرز الأندية عالمياً على مستوى التنظيم والنجوم والخبرة. الفريق قدم موسماً استثنائياً على المستويين المحلي والقاري، ونجح في إثبات نفسه أمام خصوم كبار. يمتلك الفريق هجوماً قوياً بقيادة نجوم عالميين مثل متروفيتش ومالكوم. خط الوسط بتوازن كبير بين الدفاع والهجوم بوجود أسماء مثل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وروبن نيفيز. الدفاع منظم ومنضبط مع دعم قوي من الظهيرين وسرعة في العودة عند الارتداد. يعتمد الهلال على الاستحواذ الذكي على الكرة دون المبالغة. يتميز الفريق بالتحولات السريعة من الدفاع إلى الهجوم، مستفيداً من مهارات لاعبيه الأجانب. في المباريات الكبرى يعتمد إنزاغي أحياناً على ضغط متوسط إلى عال مع تأمين الخلف دفاعياً. الكرات العرضية من الأجنحة تعد من أبرز أسلحته، خصوصاً مع وجود رأس حربة قوي. الهلال لم يبنى في سنة واحدة، بل مر بمراحل تطور طويلة، لكن هذا الجيل يعد الأبرز في تاريخه، خليط من الخبرة والشباب. إنزاغي مدرب ذو شخصية قوية وتجربة أوروبية ممتازة، خاصة مع إنتر ميلان. يتميز بقراءة دقيقة للمباريات وحسن التعامل مع الضغط. يعرف كيف يخرج أفضل ما لدى لاعبيه ويبقي المجموعة متحدة. نجح في توظيف اللاعبين بطريقة تناسب خصائصهم دون فرض أسلوب جامد عليهم. يعتبر بونو من أفضل حراس العالم، وقد أثبت نفسه في كأس العالم مع المغرب. يمتلك شخصية قوية وهادئة، ويمثل مصدر ثقة كبير لخط الدفاع. يتميز بتصديات حاسمة وقراءة ممتازة لركلات الجزاء، وهو نقطة قوة كبيرة للهلال في مباريات الإقصاء. الهلال يتميز بروح قتالية عالية جداً، وهذا ما يظهر في العودة من الخلف أو الثبات تحت الضغط. اللاعبون المحليون والأجانب يظهرون انسجاماً واضحاً، كما لو أنهم لعبوا سوياً لسنوات. الفريق يملك عقلية الفوز